السلام عليكم تاني يا جماعة. طب بصوا يا جماعة، أنا باكمّل دلوقتي الفيديو بتاع منتجات جرّبتها في 2025 ومش هاستعملها تاني في 2026 ومش هاستعملها تاني خالص، تمام. من ضمن المنتجات دي ومن أول المنتجات، يعني أنا كنت فاكرة إن هي خلاص بقى ده المنتج اللي هيضبّط لي الدنيا وهيطلع لي baby hair وهيضبّط لي شعري وكده. فطبعًا اتفاجئت جدًا بعد ما اشتريت ال3 أزايز دول كانوا ب800 أو 850 حاجة كده، وكانوا في عروض على فكرة. واحد منهم الأحمر اللي هو بديل الأمبولات، الأخضر اللي هو القصير بيطوّل الشعر، الأخضر الطويل ده عبارة عن فيه مكونات كتيرة أوي، اللي هي مثلًا بروكابيل، كابيكسي، كابيجين، حاجة زي كده يعني. اقروا بقى المنتجات كلّها يا جماعة، أو بمعنى أصح المكونات بتاعة المنتج حلوة جدًا، جدًا. ولكن في عيب خطير جدًا، جدًا. المنتج ده لمّا بتحطوه على يعني هو المفروض تحطوه على فروة الراس طبعًا، هي فروة الراس هي المقصودة، ولكن المنتج غصب عنكم هييجوا على شعركم، ومش هتعرفوا يعني تتحكموا في الحتة دي، هييجوا على شعركم. هتيجي بعد كده لمّا المنتج ينشف وتيجوا تسرحوه بعد كده مثلًا، بعدها بساعة أو ب2 أو تاني يوم، هتلاقي شعركم ناشف جدًا، 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 وبالتالي هيتقصّف وهيُقف كده وقفة راجل كده، وشعركم هيبقى من قدّام يبقى عامل مروحة، هيتقطّع، هيبقى ناشف ناشف وما فيهوش حيوية ولا نضارة، عامل زي ما يكون حاجة يعني سوري كده إيه، حاجة زي حاجة جربانة كده يعني، سوري في اللفظ يعني. بس هو فعلًا ما فيش أي لمعة ولا حيوية ولا أي حاجة في الشعر، أنت هتلاقي شوية قش الرز كده واقفين إيه على راسِك من فوق، تمام. والله أنا عمري ما شُفت قش الرز، بس هو المعنى ضابط نَفْسه على حاجة على شعري بعد ما جرّبت twist and go. حاجة ناشفة كده، هتلاقوا شعركم نشف، واقف، طبعًا لمّا تسرّحوا هيتكسّر، هيتقصّف. طَب أنت عملت لي إيه كده؟ أنت هتطلّع لي baby hair وتقصّف لي بقى وتقطّع لي اللي هو اللي عندي أصلًا، اللي أنا باحاول أحافظ عليه. فطبعًا أنت بالنسبة لي منتج فاشل، مش هاستعملك تاني أبدًا. فبالتالي أنا عملت عليه cross خالص، مش هاستعمله تاني. الأزايز كلّها مليانة، ده بالذات يعني. شوفوا استعملت طبعًا، وده كمان على فكرة مش قليل، الاستعمال ده مش قليل. هي تقريبًا اللي تعتبر خلصت، اللي هي أو مثلًا وصلت لحد نُصّها، اللي هي بتاعة بديل الأمبولات ده، اللي هي الحمرا. والأخضر برضه كام واحد بس كده، كام رشّة تقريبًا، مثلًا 20، 25 رشّة، وقّفتهم كلّهم بصراحة. آمم ندمانة طبعًا إن أنا جِبته، ندمانة، بس اللي هو خلاص يعني زي أي منتج جرّبتوه وخلاص، وزي ما قُلت لكم كده لازم تجرّبوا الحاجة عشان تقتنعوا إن أنتم ما فيش حاجة كبيرة أو جديدة فايتاكم يعني. فما تندميش لو أنتِ جبتيه وخلاص، عرفتِ إن هو مش مناسبِك، خلاص اقلبي الصفحة على طول. بس فحبيت أقول اللي كانت سألاني، مش فاكرة والله هي مين، فكنت باقول لها يعني إن لأ، إن المنتج مش حلو خالص. لو أنتِ هتتقبّلي إن أنتِ يبقى شعرِك ناشف وتحاولي تصلّحيه، ت ت ترطّبيه، عندِك منتج بيرطّب كويس، عندِك منتج تنيّمي شعرِك تاني بعد ما يهيش الهيشان ده، اعملي كده. لكن أنا حاولت أعمل كده بسيرم وleave in بتاع أفريكانا وبتاع اسمه إيه، ستارفيل حاجة كده، لقيته بيلزق جدًا، جدًا، جدًا. وأنا شعري لمّا بيلزق أو بينشف بيُقع وبيتكسر وبيبوظ خالص، فأنت كده بالنسبة لي منتج بلح. خلاص، بس ما اقدرش يعني أقول أكتر من كده. عمري ما هاجربه تاني، عمري ما هاشتريه تاني، وخلاص يعني صفحة واتقلبت بالنسبة لي. يالّا مع السلامة يا حلوين، يا رب تكونوا استفدتوا يا رب.